قوة ضاربة، الجزائر تكتسح المغرب عسكرياً. كشف موقع Global Firepower الأمريكي في تقرير حديث عن مقارنة شاملة للقوة العسكرية بين الجزائر والمغرب لعام 2024، وأظهرت النتائج تفوقاً كبيراً لصالح الجزائر في مختلف المجالات العسكرية. تصنيف عالمي متقدم. الجيش الجزائري يحتل المرتبة 26 عالمياً من بين 145 جيشاً، بينما يأتي الجيش المغربي في المرتبة 61. هذا التصنيف يعكس اكتساح الجزائر لجارتها في القوة البرية، الجوية والبحرية، فضلاً عن الموارد المالية والخدمات اللوجستية. تفاصيل القوة البشرية: يتفوق الجيش الجزائري بعدد إجمالي يصل إلى 610 ألاف جندي، بينهم 225 ألف قوات عاملة مقابل 395,800 جندي في الجيش المغربي. ميزانية الدفاع: الجزائر تخصص 22 مليار دولار للدفاع، ما يجعلها في المرتبة الثانية إفريقياً، بينما ينفق المغرب 12 مليار دولار فقط ليحتل المرتبة 7 في القارة. تفوق جوي: يمتلك الجيش الجزائري 605 طائرات حربية، ويحتل المرتبة 20 عالمياً في القوة الجوية، مقارنة ب250 طائرة فقط للجيش المغربي الذي يأتي في المرتبة 39. هيمنة برية: القوة البرية الجزائرية تتميز ب3632 دبابة وأكثر من 35 ألف مركبة مدرعة، بينما يمتلك المغرب 1664 دبابة و13 ألف مركبة مدرعة. سيطرة بحرية: البحرية الجزائرية تتفوق ب213 آلية عسكرية بحرية، بينها 6 غواصات مقابل 121 آلية بحرية للمغرب دون أي غواصات. إمكانات لوجستية متطورة: تملك الجزائر شبكة بنى تحتية ضخمة تشمل 149 مطاراً و104,000 كيلومتر من الطرق، بينما يتراجع المغرب بإجمالي 62 مطاراً و57,000 كيلومتر من الطرق. الجزائر تثبت أنها قوة عسكرية ضاربة في المنطقة، بتصنيف عالمي متقدم وإمكانات هائلة مقارنة بجارتها المغرب.